بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده 15 شعبان، كل سنة وانتم طيبين. النهارده هقدم الروتين اليومي بتاعي واحنا صايمين. خلاص، كلها 15 يوم بإذن الله، ويهل علينا رمضان ان شاء الله يكون مليان بالخير والبركة. اليومي بتاعي ابتديت اجهز البلح. غسلت البلح هنا كويس. هو بلح طري، مش هيحتاج احطه في المية. انا هغسله كده واسيبه على جنب، إذا كان محتاج يتنقع في مية هحط شوية مية قبل المغرب كده بساعة. وبعد كده انا دايما بحضر البلح وبعد كده بجهز العصير النهاردة هعمل القرع العسلي بالسكر. بيعجبني خالص. وممكن في ناس بتعمله باللبن وتحط فانيليا، بيديها طعم حلو خالص، بجد جميل جدا وحلو. اذا كان عندك مانجا ممكن تحطي واحدة مانجا مع القرع، بيدي طعم حلو خالص وبيكونش باين طعم القرع ابدا، بيكون كله زي طعم المانجا بالظبط. انا حطيت فانيليا وحطيت سكر وميه. انا بحب اول حاجة في الصيام بجهز البلح وبجهز العصير، وبعد كده ببتدي احضر للاكل. هنا عملت العصير، شايفين لونه طعمه وريحته بجد جميل جدا ومفيد خالص. والنهاردة بعد ما عملت العصير كنت انا صاحية بدري وحطيت فول على البوتاجاز اهو استوى. ابتديت اهرسه اهو بالهاند بلندر، بحب اهرسه كويس كده بحيث اطلع من الفريزر بحط على النار على طول وبحط التوابل وخلاص على كده. شايفين لونه؟ بجد الكاميرا ظلماه خالص، لونه جميل وريحته تحفة. انا بحب اعمل الفول واعمل المخللات والطعمية كلها في البيت، محبش اشتري من بره. بجد حاجة البيت تفرق جامد عن اللي بتشتريه من بره. هنا بحط الليمون عشان يحتفظ بلونه. جميل جدا الفول ده، وطعمه يختلف طبعا خالص عن بره. في ناس بتحب اكل الفول من بره، بس انا بجد بحب الفول والطعمية المخللات كلها بحب اعملها في البيت، ما احبش اشتري من بره. هنا انا بعمل كمية كبيرة وبحطها في الفريزر، بتقعد معايا حوالي شهر، مريحة جدا لما يكون حاجتك موجودة في الفريزر. هنا بحطه في اكياس زي ما انتوا شايفين اهو. ممكن الكيس ده بيقعد معايا حوالي يومين ثلاثة ناكل منه. وطبعا الفول والسلطة ليها طعم تاني في رمضان، انا بجد بفضل الفول والسلطة بشكل رهيب في رمضان. حتى لو كان في اكل عادي او طبيخ او بروتين، بحب الفول معاه والسلطة الخضراء. هنا بكيس الكمية كلها في الفريزر، وبيقعد فترة طويلة جدا معايا زي ما قلت قبل كده. بعد كده بعد ما كيست الفول وحطيته في الفريزر، ابتديت اطبخ. انا عندي حطيت هنا الفراخ، وعندي بطاطس وملوخية موجودة من امبارح. بجد في ناس كتير بيكون عندها اكل من امبارح فبترميه، بجد حرام والله. انا محبش كده. انا عندي مثلا عملت الاكل على كد يومين، انا بناكل مثلا تاني يوم بنسلق فراخ بنسلق اللحمة واسخن الاكل بتاع امبارح. بجد حرام يا جماعة ان حد يرمي اكل او يرمي عيش، بجد حرام حرام. هنا انا عملت سلقت الفراخ وعملت مكرونة وعملت شوربة لسان عصفور. اما الاكل فيه ملوخية وفيه بطاطس من امبارح، عاملة صينية بطاطس فقاعدة كويسة، فانا سخنتها فانا عملت كده بس. هنا سلقت الفراخ وحمرت اهو المكرونة. اما المكرونة والرز بحب يكون يوم بيوم، بتكون هي وطازة احلى. مادام في اكل من امبارح فنسخنه ونسلق الفراخ او اللحمة او نعمل كفتة او شاورما. بس حرام اي حد، في ناس كتير بترمي الاكل، حرام بجد والله، في ناس كتير مش لاقية الاكل ده. هنا حمرت المكرونة وحطيت الشوربة عليها، عاملة مكرونة سادة بدون اي صلصة. اولادي بيحبوها كده، في ناس بيحبوها بالصلصة وفي ناس بيحبوها كده. هنا طلعت الفراخ،
انا عامله وراك بس اللي فرزناها قبل كده، شوربتها حلو خالص. فعملت شوربة لسان عصفور على الشوربة دي، وعملت المكرونة. هو لسان العصفور هحمره الاول وبعد كده احط عليه الشوربة. برضو لسان العصفور الشوربة دي عاملاها سادة بدون اي خضار ولا اي اضافات. عندي بجد اولادي محيريني خالص. في ناس يحبوا الخضار مع لسان العصفور، وفي ناس يحبوا لسان العصفور سادة. في ناس تحب المكرونة، في ناس تحب الرز. كل واحد برأيه. فأنا تعبانة جدا معاهم بجد. ممكن يكون الصبيان كده في طريقة أكلهم، كل واحد بطريقة أكله. فأنا ريحت نفسي النهاردة وعملت المكرونة سادة بدون أي إضافات. هنا حطيت الشوربة الأول، غطيتها عشان البخار كان جامد. وشايفين البصل اللي بيكون في الشوربة ده بقطعه مع الشوربة. في الشوربة بيكون طعمه حلو خالص. انا مادام في صيام لازم طبق الشوربه ده، سواء شوربه خضار او شوربه لسان عصفور. وبعد كده حطيت شويه حبهان على الشوربه. هنا هعمل تتبيله حلوه للفراخ بعد ما طلعتها. التتبيله بجد دي حلوه خالص. انا حطيت معلقه توم، وهنا بحط واحده بصله وطماطمايه. هنا حطيت توم وبصل وطماطم. الخلطه دي تحفه تحفه، بيدي طعم جميل جدا للفراخ. جربوها هيعجبكم خالص. بعد كده حطيت بهارات الفراخ. بهارات الفراخ دي تحفة مع الخلطة دي. وحطيت فلفل اسود، وحطيت كزبرة ناشفة مطحونة. وبعد كده حطيت شوية حبهان. كل ده هشغل الكبة عليه لغاية ما يتفرم كويس خالص. يبقى حطيت بصل وحطيت توم وحطيت طماطم، وحطيت بهارات اللحمة وفلفل اسود وحبهان وكزبرة ناشفة. بفرمه كويس في الكبة. وبعد كده حطيت الوراك، بفرد الخلطة دي على الوراك بتكون مستوية. وبعد كده بنحطها تحت الشواية، لان هي مستوية بنديلها لون بس. ريحتها تحفة تحفة بجد والله قبل ما احطها في الفرن. شايفين هو فاضل كمية، انا بحطها في طبق صغير وبحطها في الفريزر او في كيس وبكيسه. جينا للطبق الرئيسي الجميل جدا اللي انا بحبه في الصيام جدا. هنا السلطة لازم تحطي كل الموجود عندك. انا حطيت خيار وجزر وثوم وبصل وجرجير وبقدونس وشبت. كل اللي موجود عندك حطيه في السلطة. بجد طبق مفيد جدا، ولازم تعودي اولادك كل واحد طبق صغير كده يخلصوا في الفطار. بينفع جدا ومفيد. انا هنا معلش يا جماعة بحاول اعمل السلطة زي امي بتعمل السلطة صغيرة خالص بجد وجميلة جميلة. انا احلى طبق سلطة بحبه من امي بجد. بتعمله بدقة فظيعة، يعني كل حباية تحسيها كد التانية. فانا بحاول اصغرها، انا بحب الصغيرة. حتى السلطة يا جماعة فيها نفس. انا السلطة بتاعت امي لا يعلى عليها، بحبها جدا. حتى اولادي بيقولوا حاولي تعمليها زي سلطة تيتا. اهي بحاول اقطعها زي ما هي بتعمله، بس هي بتعمله اصغر من كده. حطيت الجزر والخيار وبقطع الطماطم. انا دايما السلطة بتاعتي كبيرة، هي دايما صغيرة وكلها قد بعض. قطعت الطماطم وقطعت الجزر وقطعت الخيار وجرجير وبقدونس وشبت وبصل والثوم. السلطة دي الطبق الجميل المفضل عندي. وكمان لو في طبق فول على الفطار كمان مع الاكل، حاجة كده غرام بجد جميل في الصيام. قطعت وبعد كده ابتديت اقطع الخضرة اللي موجودة عندك. طعمها وريحتها جميلة جميلة بجد السلطة دي. لو ابتدينا بعد الشوربة بطبق صغير سلطة مية مية كده، هنكون اخدنا الفوائد كلها والمحتاجينه في جسمنا من طبق السلطة ده. بعد كده بنحط الليمون والخل والزيت. انا عملت طبق السلطة وبعد كده ابتديت اجهز العصير واجهز كل حاجة، لان المغرب كان خلاص قرب يقدم.
بجد جو رمضان ده جميل جدا، والتحضير للفطار حاجة جميلة. ربنا ما يحرمنا من اللحظات دي يا رب، كلنا يا رب. ويكون كده رمضان. هنا حطيت السلطة والفراخ بعد ما طلعتها، وخلاص المغرب فاضل 10 دقايق. ابتديت اجهز السفرة اهو زي ما انتوا شايفين. حطيت كل حاجة: الشوربة، السلطة، المكرونة، البطاطس، الملوخية، العيش الشمسي. كل حاجة اهي جاهزة. وكل سنة وانتم طيبين، والى اللقاء في فيديو اخر. ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، وان شاء الله يا رب يعجبكم. الى اللقاء في رعاية الله.